بيان حزب مصر القوية عن مشاركته اليوم بالوقفة المقررة للتضامن مع مطالب عمال السكة الحديدية المصرية. القاهرة 10 إبريل 2013. تعلن لجنة العمال في حزب مصر القوية عن مشاركتها مع باقي القوى الثورية في الوقفة المقرر إقامتها اليوم الساعة 5 مساء أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع عمال السكة الحديد في مطالبهم المشروعة، ورفضا لأساليب القمع التي تتبعها الدولة معه من أوامر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة أو تكليف رئاسة مجلس الوزراء للعمال المضربين بتسليم أنفسهم للسرية 39 قوات مسلحة بالشرابية تنفيذا لقرار التعبئة العامة عليه ولإجبارهم على فض الإضراب. لذا تعلن لجنة العمال بحزب مصر القوية مشاركتها بالوقفة اليوم أمام نقابة الصحفيين في الساعة 5 مساء تضامنا مع العمال وتأكيدا على حقهم في الإضراب السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم.